لو انت مهتم بعالم البترول اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من عالم البريمة. النهاردة هنتعرف على ال Equivalent Circulating Density. ال Equivalent Circulating Density هي الكثافة الفعلية اللي بيحس بيها قاع البئر أثناء دوران المض. يعني ممكن تكون كثافة المض على السطح 10 رطل لكل جالون، لكن أثناء الضخ داخل البئر تزيد بسبب مقاومة سريان المض داخل الفراغ بين مواسير الحفر والكيسنج. ولما تزيد الكثافة الفعلية أكتر من اللازم ممكن يحصل فقد للمض داخل التكوينات الصخرية. أما لو قلت عن المطلوب ممكن يزيد خطر دخول سوائل أو غازات من التكوين إلى داخل البئر. علشان كده مهندس الحفر بيتابع ال Equivalent Circulating Density باستمرار، خصوصا في الآبار العميقة والآبار ذات نافذة الضغط الضيقة. في الفيديو الجاي هنتعرف على البامب ستروك، وهنعرف ليه كل ضغطة من مضخة الحفر بتتحسب بدقة. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من عالم البريمة.